عشان مركز اقتصاد المرأة. افتتحنا هالمشروع قبل 35 يوم مشان الاكتفاء الذاتي بالبلد، مشان نوفر الأيدي العاملة وتثبت المرأة وجود. يعني المشروع إنه المرأة تثبت حالها وتثبت وجودها بكل المشاريع. في مشاريع مثل مداجن بالبلد بس ما في نساء تشتغل مثلا. نحن هون كإدارة أشرفنا عليها والحمد لله يعني نجحت مشروعنا. عائلة عم بتدير المشروع فروج يعني لحم بدنا نبيعه. بعد ما نبيع هالدفعة هاي بدنا نجيب بياض. اسمي عائشة الحاج حمود. مشتغلين احنا هون بالمدينة تابعين لاقتصاد المرأة، انا وزوجي وعندنا ولدين. كنا باركين ما عندنا ولا فرصة عمل. لغينا عن طريق اقتصاد المرأة هالمشروع. احنا هيك نشتغل بالمدينة، يعني عندنا شوية صعوبات. يعني بالشوب بدهم على طول نضل مشغلينهم لأن بدهم برود ما بيتحملوا. بنحط لهم علف كل يوم المساء، بدهم مراقبة 24 ساعة كويس وتحت إشراف الدكتور مراقبة. يعني والله نبيعهم بحدود 40 يوم، يعني حوالي 4000.